السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الحبيب، جمهور قناة خط الدفاع. نبدأ بخير الكلام والصلاة والسلام على سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. دعاؤنا إلى أخواننا في غزة، اللهم انصر أخواننا في غزة، اللهم عليك بنصرهم، اللهم اقهر عدوهم يا رب، اللهم عليك بعدوهم يا رب، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم شافي جرحاهم وداوي مرضاهم وارحم شهداءهم واحمي نساءهم واحفظ نساءهم وشيوخهم وأطفالهم وأطعم جائعهم، إنك على كل شيء قدير. فوز منتخب مصر للشباب ب6-1 على ليبيا في مباراة رائعة جدا. الحقيقة يجب أن نقدم كامل الشكر والتقدير والاحترام إلى الكابتن أحمد الكاس الذي أدار هذه البطولة بحنكة. أحمد الكاس اللاعب الحريف المحترف. أحمد الكاس قدم أول مباراة سيئة، ونظرا لعدم معرفته باللعيبة اللي موجودة، لأن اللعيبة الأساسيين اللي كانوا معتمد عليهم لما تسننوا للأسف خرجوا بره المنتخب، وبقى قدامه مجموعة قليلة معتمد عليها، هي دي المجموعة اللي قدامه اللي هيكمل بها البطولة. واتحط في أمر واقع، والحمد لله ربنا وفقه، لأنه شخص محترم، شخص مخلص، شخص أمين، عمل اللي عليه فربنا كافئه. وتصدرت مصر المجموعة ووصلت إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب. شكرا إلى أحمد الكاس، وشكرا إلى لاعيبة مصر الرجال اللي قدموا مباريات رائعة. اليوم ليبيا وتونس والجزائر كلها مباراة بطولية وحماسية وفيها رجولة تامة من هؤلاء الشباب الرجال المحترمين. لكن لابد أن نشكر الجهاز الفني ونقول له مبروك، وإن شاء الله كده في نفس، في فرصة إنه يجمع لعيبة كويسة ويجهز لعيبته ديت، ويفضل محافظ عليهم، ويبدأ يفهم الفرقة والفرقة تفهمه وتفهم تخطيطه وفكره. والحمد لله رب العالمين إنه فاز النهاردة، وفاز يعني بمجموعة أهداف كبيرة جدا، 6-1 على ليبيا. مبروك للكاس، مبروك للاعبتنا الرجالة، مبروك لمصر هذا الفوز الرائع اليوم. الزمالك ينهزم من المصري البورسعيدي في مباراة تسيدها المصري حتى الدقيقة 70. بعدها بدأ الزمالك يتماسك وبدأ بهجوم ضاغط حتى نهاية المباراة الدقيقة 98.5، بعدما أضاف محمد الحنفي 8 دقائق وقت بدل ضائع. 8 دقائق. امبارح محمد معروف أبو نطة 5 دقائق في مباراة الأهلي والاتحاد، بينما الوقت اللي ضاع فعليا 13 دقيقة. هو حسب 5 دقائق بس. النهاردة محمد الحنفي الوقت اللي ضاع فعليا 3 دقائق، حسب 8 دقائق عشان الزمالك يتعادل. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعتولنا امبارح محمد معروف عشان يعطل الأهلي وعطل الأهلي. اشتغلوا لصالح الزمالك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال لهم مهما تعملوا، فاللي ماشي في النور ربنا هينورها له، واللي ماشي في الضلمة ربنا هيظلمها له. وظلمها النهاردة المصري البورسعيدي على الزمالك، وخسروا 1-0، وخسروا 3 نقاط مهمين جدا في سباق الدوري. امبارح محمد معروف للأسف الشديد كان ظالم للأهلي وظالم للاتحاد. مش ظالم للأهلي بس، شوف احنا أهلاوية بنقول ايه، ظالم للفرقتين، لكن الأهلي انظلم عليه وأجار عليه، لأنه ضربتين جزاء لم تحسب لأكرم، والكرة اللي المدافع حضنها كأنه حارس مرمى وعمل نفسه من بنها. النهارده المصري البورسعيدي قدم مباراة رائعة جدا من الشوط الأول. الزمالك ما كانش موجود، الزمالك ما كانش حاضر، وعلي ماهر كان موجود وكان حاضر ومحفظ لعيبته كويس، واللعيبة أدت كويس، ماسكين الملعب في انتشار، في سرعات، في أداء. اللعيب الجزائري ده يعني حاجة خرافة، أداء وسرعة وتحكم
في الكرة. فعلا المصري قدم النهارده مباراة يستحق عليه الفوز، ومبروك للمصري وهارد لك إلى الزمالك. طبعا عاوزين نتكلم في مباراة امبارح. الاهلي اتعادل 1-1. انا ما قدرتش ان انا اسجل فيديو امبارح، ولازم نتكلم مع بعضينا في الماتش ده. الماتش ده مباراة تطلق عليها الفرص الضائعة. الاهلي قدم شوط تاني رائع جدا، وضاعت منه فرص كتيرة جدا، من كهربا ومن طاهر ومن اكرم توفيق ومن مجدي قفشه ومن بيرسيتاو، يعني اجوان وفرص بالهبل. عدم تركيز، اللعيبه مشغوله، اللعيبه متعصبه، اللعيبه مش سالكه، ما تفهمش ايه الموضوع. لكن الفرص الضائعه اللي ضاعت ديت تقول ايه؟ ان مفيش تركيز، تقول ان عدم وجود راس حربه دي كارثه. يعني وسام ابو علي النهارده ما جاش، مفيش البديل. كهربا ليس البديل. بان النهارده كهربا انه الراجل عاوز يثبت نفسه ومتسرع، ويعني مش مركز، عاوز اي كرة تيجي عاوز يجيب جون عشان المدرب يشوفه ويرتاح ويريح المدرب. المدرب عامل له رعب، ولذلك ما كانش ينفع يبدا ابدا. كان الصح ان بيرسيتاو يبقى في اليمين وطاهر راس حربه والشحات في الشمال، كان افضل من كهربا. وكهربا كان يكون بديل في الشوط الثاني. كان ممكن مثلا بيرسيتاو يطلع الشوط الثاني وينزل كهربا ويتحرك طاهر الى الجناح الايمن. مباراة اختيار كولر للاسف كان خطأ زي ما احنا قلنا، وتأخيراته تأخيره في التغيير خطأ. يعني مباراة فرص ضائعة، عدم تركيز، تسرع من اللعيبة والمهاجمين، مفيش راس حربة اساسي، مفيش اختيار سليم. طب ما كنت انت مثلا طلع كهربا ونزل الواد اسمه الشبل ده اسمه ايه، محمد يوسف ولا محمد سمير. يعني انت دلوقتي سمير محمد انت حطه احتياطي، ما تنزله تجربه. نزله، خلي الولد يديله جرعه حماس وخليه ينزل. شاب صغير لسه ينزل يتحرك يكاحل في منطقه الجزاء، تيجي تخبط كوره تخبط فيه تيجي جون، ربنا يديله توفيق النهارده فيتوفق في كوره. للاسف انه عدت هذه المباراه بصعوبه علينا، وكان ممكن الاهلي يطلع فائز اكتر من 4 أو 5 اهداف لو كان في تركيز، وكانت اللعيبه شغاله صح، وكانت اللعيبه عاوزه تكسب. لكن كانت اللعيبه كلها انانيه ومتسرعه جدا. مباراه يطلق عليها حكام العار، محمد معروف ابو نطه، وحكم الفار اللي اسمه وائل فرحات. ده النهارده مثلا انت لما تشوف محمد حنفي ادار المباراه بصوره رائعه جدا، ادار المباراه يعني فقره تحكيميه محترمه، لا ظلم ده ولا ظلم ده. النهارده المباراه ما تقولش انه لا جه على مصري ولا جه على الزمالك. انما امبارح لحكم وائل فرحات بعد ما حسب ضربه الجزاء بتاعت حسين الشحات اجاله تليفون، اوعى تحسب للاهلي حاجه. بعد كده بقى كله ضد الاهلي، مفيش حاجه مع الاهلي. حتى لو هي ايه، الراجل حضن الكوره كده، حضنها وما حسبش ضربه جزاء. انتوا متخيلين؟ انتوا شفتوا الكوره عامله ازاي؟ الراجل حضنها حضن كده رومانسي وما حسبهاش. واكرم توفيق الراجل زقه علني كده وما حسبهاش. ومحمد معروف عامل نفسه من بنها. طبعا زملكاوي متعصب وهم بيبعتوه مخصوص، يعني لسه ما حبش نفسه، بيحب الزمالك اكتر من نفسه، لسه ما حبش كرامته، ما عندوش كرامه. واحد ما عندوش كرامه تعمل له ايه؟ ده حكم ما عندوش كرامه. ضربتين جزاء واضحين جدا، واضحين ومش حاسبهم. محمد معروف انا هسالك سؤال، ضربه الجزاء بتاع اكرم توفيق والكوره اللي اتعملت الباك حضنها بايدين الاثنين دي، اسالك بالله لو انت بتحكم المباراه ديت للزمالك كنت هتحسبهم ولا لا؟ اكيد كنت هتحسبهم ايها المنافق المدلس. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. الاعلام المعرض ليه ما تكلمش على ضربتين الجزاء دول؟ اتكلم بس على يحيى عطية الله
ولمسه اليد بتاعته. وطلع لهم امبارح حكم انجليزي وحكم ارجنتيني، جابوهم لا يوجد ضربة جزاء، لا يوجد ضربة جزاء، الاتحاد لا يستحق ضربة جزاء، وعندنا من مصر كل الحكام الاتحاد يستحق ضربة جزاء باستثناء الشناوي اللي طلع وافق كلامه مع الحكام الاجانب اللي استضافوهم امبارح ابراهيم فايق وابراهيم عبد الجواد. لكن انما يتكلموا على، طب اتكلموا على عطيه الله، واتكلموا على ضربه جزاء اكرم، واتكلموا على الكره اللي الراجل حضن، اتكلموا على الكل مفيش مشكله. انما اتكلمتوا على عطيه الله ونسيتوا ضربه جزاء اكرم، ونسيتوا ضربه الجزاء اللي المدافع مسك الكوره بايده. واعلام مدلس، اعلام منافق، اعلام كذاب، اعلام مرتشي، اعلام فاشل. كلكم فاسدين. هلس الحكم الانجليزي جه على ام بي سي مصر وقال لك لا يستحق لا ضربه جزاء ولا وجود ضربه جزاء. الحكم الارجنتيني قال لك لا وجود لضربه جزاء. الشناوي قال لك لا وجود لضربه جزاء. انما حكام الزمالك وبتوع الزمالك ومحتوين الزمالك يطلعوا يقول لك ايه؟ لا ده ضربه جزاء، دي لمسه في ايده. طبعا تدليس، طبعا نفاق، طبعا كذب، طبعا انتوا عارفين يعني. طيب نيجي للمستر كولر. انت يا مستر كولر يعني لازم تفهم في الدوري المصري لما الاهلي يجيب جول مش كافي. لما الاهلي يجيب جول لازم تأمن بجون تاني، لازم تلحقه بجون تاني، لازم يبقى عندك هدفين عشان لو جه فيك جول تعرف ان الموضوع بقى خطر وتبدأ تتحرك تاني وتبدأ تشتغل تاني وتبدأ تحاول انك انت تحرز اهداف اخرى. لكن هدف واحد وتنام، ده ادي اللي حصل. شفت انت هدف عمل لك ايه؟ الهدف جاب لك التعادل، وبعدين فاضل 3 دقايق، دقيقة 87 او 86 وانت كسبان 1-0 ومش عارف تجيب حاجة تاني. ابن الحيطة يا ولد، نزل ناس تدافع، نزل ناس تقفل لك خط النص، نزل ناس خلاص بقى ما عادش الا 3 دقايق، اطلع بالجون وخلاص، عدي بالمباراة. مفيش سامي قمصان ما بيفكرش معاك. محمد رمضان ما قالكش حاجة؟ حضرتك مش بتفكر؟ طب ما هو واضحة جدا لأي حد. فاضل 3 دقايق، حافظ على الجون بقى طالما انت مش قادر تجيب جون تاني. حافظ على الجون. الله، طيب انت فاضل 3 دقايق ومش قادر تجيب اهداف تانية. لاعيبتك كلها انانية، كل واحد بأنن. محمد طاهر في اول 5 دقايق لو كان حط الجون بتاعه ده او بصاها ل3 كانوا فاضيين معاه كانت المباراة اتقلبت. لا انانيه، كل واحد بيقول لك يلا نفسي. طاهر اتكلموا عليه كتير الايام اللي فاتت دي، فقال لك نفسي ثم نفسي. لازم يفهموا ان الفريق هو الاهم، التيم هو الاهم، مش اللاعب هو الاهم. لذلك لقينا تعادل امبارح بسبب انانيه واستهتار لاعبينا المهاجمين اللي اضاعوا فرص بالهبل. تاني حاجه، الكابتن محمد الشناوي، انت كابتن الفرقه وليك كلمه على الفرقه، وانت الحارس اللي دايما يتكلم. يعني الحارس الوحيد اللي بيقول لك يمين وشمال وامسك ومان تو مان. ليه ما بتتكلمش؟ ليه سايب اللعيب ورا كوكا وكوكا واقف كده بيتفرج على نفسه؟ ليه ما قلتلوش ارجع امسك؟ ليه ما قلتش مان تو مان؟ ليه ما بتتكلمش في منطقه الجزاء؟ ليه ما طلعتش قفلت الزاويه على الراجل؟ ليه نايم تحت العارضه؟ يعني انت حارس مرمى دولي، وحارس احسن لاعب في افريقيا، واحسن لاعب في القاره، واحسن حارس مرمى في مصر. يعني انت يعني ده المفروض انت فاضل 3 دقائق او 4 دقائق لازم ترص الناس رصه صح قدامك، لازم توقف اللعيبه صح قدامك، لازم تنادي عليهم صح قدامك. لكن بالطريقه اللي انت متبعها دي اتعادلنا ودخل فيك جون اي كلام. جون يعني انت لو طلعت بدري حتى قفلت عليه ما كانش عارف يتصرف فيها. انما انت سبته لما خد راحته على صدره وصدر الكرة على الارض، نزلها على الارض ودخل شاط بجون. هتيجي جون اكيد. ده لو انت بسديف ولا اسمه ايه ده الاخطبوط بتاع روسيا. ف يعني كابتن الفريق والحارس المرمى اكتر ناس بتتكلم مع الفرقه، امسك يمين وامسك شمال واطلع فوق وانزل تحت ومان تو مان، وانت ما بتتكلمش ليه؟ بعدين طاهر انت شايفه اناني جدا، كم كوره يأنن فيها
واول 5 دقايق كان ممكن لو باص الكره بتاعته كان بقى هدف، وكانت اتغيرت النتيجه، وكانت الدنيا فتحت، وكان الاهلي حط اهداف تانية. ما بتتكلمش معاه ليه؟ وبعدين انت يا طاهر ايه الانانيه اللي انت فيها دي؟ انت ايه الانانيه اللي انت فيها دي؟ وخلاص قلنا طاهر كويس بقى، خلاص هتاخد بقى الموضوع لنفسك؟ لا، الفرقه اهم، المصلحه العامه اهم، مصلحه شخصيه اركنها على جنب. الجمهور ما بيستحملش الحاجات دي، ولازم تفهم كده. كهربا متوتر ومش مركز وحزين. اكيد طبعا هو راجل دافع فلوس، ده مبلغ ابن كلب يعني، مبلغ جامد جدا. دافع 70 مليون يا جماعه، حرام يعني، حرام ظلما وعدوانا. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي ظلمه، ان شاء الله يقف قدام ربنا كده ويكون في قاع جهنم باذن الله. يعني جون واقف قدام في منطقه ال6 ضايع. الولد بيفكر، واحنا يعني بصراحه لو هيستمر كهربا على كده لا، يبقى يطلع احسن، يطلع اعاره احسن. كهربا بيحب الاهلي وجمهور الاهلي بيحبه، بس لو هيفضل كده لا، يطلع بقى اعاره احسن، يعوض. ولازم تكون اعاره لدوله خليجيه عشان يعوض الخسائر اللي خسرها دي، ويرجع بقى يستقر في الاهلي، ويرجع يختم حياته في الاهلي، مفيش مشكله. امام ضايع، امام مش هو امام ما جاش امبارح. الشحات ايضا اناني. كوكا ما جاش امبارح. تاو نزل ربع ساعه مش قادر يرجع يغطي. ما هو لازم يرجع يساعد. لو موجود عملوا زحمه شويه، ما استلمش الولد ده على صدره براحته، ما استلمش وشاط. يعني تغيير قفشه متاخر جدا. فين عمر الساعي؟ فين سمير محمد؟ نزله. يعني احنا جايبين عمر الساعي ده لعيب محترف، جايبينه نركنه كده؟ جايبينه نسيبه كده؟ يعني للاسف امبارح كولر كان خارج التغطيه نهائي في التشكيل، وفي التغيير تاخر، وفي اداره المباراه من جوه، وفي عدم التركيز في اخر 5 دقائق. لازم سامي قمصان يفهم كولر انه اخر 5 دقائق لو النتيجه 1-0 خلاص اقفل الملعب، اقفله بالضبه والمفتاح. ده طبيعي، انت مش عارف تجيب اهداف، فاضل 5 دقائق، اقفل الملعب. لكن في ايدينا فرصه نكسب وتضيع كده بسهوله. يعني نتمنى ان ما تحصلش. نركز بقى في اللي جاي، نركز في مباراه افريقيا اللي جايه استاد ابيجان ان شاء الله، ونتمنى التوفيق باذن الله للاعبينا، وان يعودوا في مباراه رائعه كده كما لعبوا امام العين الاماراتي. طارق بهلول، قصدي طارق يحيى، على قناه الMBC قال له رتب حراس مصر بالترتيب. حاطط محمد عواد اول واحد، حط المهدي سليمان رقم 2، حط شوبير رقم 3، وحط الشناوي رقم 4. يعني بذمتكم ده راجل واعي؟ ده راجل صاحي؟ ده راجل فاهم؟ طبعا مستحيل. طيب امبارح بيراميدز غلب البنك الاهلي، والبنك الاهلي كان له بعض الاخطاء التحكيميه، انما ما شفناش الاخ طارق مصطفى طلع يقول لك فقره تحكيميه، ولا طلع يقول لك بيراميدز عمل، ولا طلع يقول لك الحكام عملوا، ولا طلع يصوصو وولول ونونو على المباراه. لا عادي. مع الزمالك الف مبروك للزمالك، ومع بيراميدز صم بكم منهم لا وهم لا يسمعون. يعني خليك مدرب نظيف، خليك مدرب خاف على فرقتك، خليك مدرب قول الحق في كل حاجه، ما تبقاش منافق لفريقك السابق الزمالك وتبقى عدو لاي فرقه منافسه للزمالك. لا، خليك راجل والعب برجول. خدت 3 امبارح، مش مكسوف؟ خدت 3 من بيراميدز، مش مكسوف من المباراه دي؟ للاسف شديد ما بيجوش يلعبوا وطلعوا اللي عندهم الا قدام سيدهم النادي الاهلي. الى هنا نكون انتهينا من هذا الفيديو السريع، على امل ان نلقاكم. ارجوك ادعم القناه واشترك في القناه وشير القناه واعمل لايك عشان الفيديو يطلع، عشان نقدر نستمر ان احنا ندافع عن نادينا ان شاء الله في المستقبل باذن الله. دمتم وفي امان الله.